الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على جزئية مهمة بتخص محبي الزراعة المنزلية، ألا وهي الغش التجاري في الأسمدة. الغش التجاري في الأسمدة كتير بيروح يشتري العلبة اللي احنا شايفينها دي، خلاص يقول لي يا باشمهندس محمد أنا جبت العلبة دي إنتاج فلان أو علان، خلاص إن بكيه مكتوب عليها إن بكيه إنتاج فلان أو إنتاج علان، والزرع لما بسمده بيتدهور عندي. الزرع لما بسمده للأسف بيتدهور عندي، بالعكس يعني الزرع لما سمدته أصبح يتراجع إلى الخلف. ليه؟ هقول لك أنا ليه. النهاردة كيلو ال NPK معدي 200 جنيه. كيلو ال NPK الأصلي في ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار، لأنك أنت الأسمدة دي سلعة مستوردة، معدي 200 جنيه. لما تلاقي حاجة زي دي التجاري بتاعها 15 جنيه، خلاص، وبتتباع ممكن حد يبيعها ب30 واللي يبيعها ب40 واللي يبيعها ب50، وكل واحد ايه بيبيع بمزاجه، خلاص. دي التجاري بتاعها 15 جنيه، مش عايز اقول لك ب12 جنيه ونص. هو ايه اللي جوه العلبة دي؟ اللي جوه العلبة دي هو عنصر المغنيسيوم. اللي جوه العلبة دي هو عنصر المغنيسيوم. المغنيسيوم هو ارخص عنصر غذائي للنبات. المغنيسيوم هو ارخص عنصر غذائي للنبات. اللي بيحصل ان هو بيجيب المغنيسيوم وبيعبي وبيكتب انتاج شركة فلان فلان العلاني، ويعبي له ويديله ويلا خد. انت بتدي النبات الجميل بتاعك عنصر المغنيسيوم على طول. يعني انت لما بتاخد دي بتتخيل ان ده بالفعل NPK، يعني نيتروجين فوسفور بوتاسيوم. فبتقعد تدي النبات تدي النبات تدي النبات، النبات بياخد من عنصر واحد، يعني النبات بياخد احتياجه كده اهو من عنصر واحد اللي هو المغنيسيوم، فبيحصل له سمية، فتلاقي النبات تراجع عندك. ده يا اخوانا عنصر مغنيسيوم فقط لا غير، بيتعبى ويسوق على ان هو NPK. ده النهارده انا بقول لك ده خلاص تجاري بتاعه ب12 جنيه ونص وب15 جنيه. هل يعقل في الزمن اللي احنا فيه ان العلبة دي خلاص تبقى ب12 جنيه ونص؟ ده البيضتين دول، البيضة دي ب7 جنيه، دي بيضة بلدي، ها شايف ايه رأيك؟ شايف حلوة ازاي؟ البيضة دي النهاردة ب7 جنيه. يعني هل يعقل ان البيضتين دول يبقوا اغلى من العبوة ب 12 جنيه ونص؟ هل ده يعقل؟ ايه رأيك؟ دي بيضة بلدي النهاردة ب7 جنيه. هل يعقل ان في سلعة مستوردة تبقى العبوة بتاعتها زي ما احنا شفناها دلوقتي دي 15 جنيه؟ ده التجاري على ما بتجيلك 30 بقى ب50 ب40 هل ده يعقل؟ هل ده معقول؟ ده عنصر مغنيسيوم فقط. ودايما بنقول من آمن العقاب أساء الأدب. من آمن العقاب أساء الأدب. للأسف ده بيسوق في الزراعة المنزلية. ليه؟ يعني ده ما يقدرش يسوقوه في الزراعة التجارية، ما يقدروش، ما يجرؤش إن هو يسوق ده في الزراعة التجارية. من آمن العقاب أساء الأدب، ده للأسف الشديد بيسوق لمحبي الزراعة المنزلية. محدش عيني يعني عارف حاجة فيلا خد. ده مش NPK، ده مش NPK خالص نهائي، ولا يعرف ال NPK. كيلو NPK النهارده معدي ال 200 جنيه و200 وحاجه كمان. يعني شكاره ال NPK النهارده 25 كيلو معديه ال 5000 جنيه. تخيل شكاره ال NPK ال 25 كيلو معديه ال 5000 جنيه. فازاي ده؟ هل ده يبقى ارخص من بيضتين بلدي؟ هل ده يعقل؟ انت كده بتغذي النبات على عنصر المغنيسيوم فقط لغير، لذلك بتعمل له سمية. لذلك الكل بيروح يشتري دي ويقول لك يا باشمهندس النبات عندي بيتراجع. النبات عندي بيتراجع لان حصل له سمية، للنبات. بنقول السلع الأصلية، الخامات الأصلية غالية جدا 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 فوق ما تتخيل، لأن الأسمدة سلع مستوردة من الدرجة الأولى. لذلك أسعار الخضار، أسعار الفاكهة غليت. الانبوت اللي هي الأسمدة يعني المدخلات غليت، فطبيعي إن الأوتبوت اللي هي المخرجات، الحاجة اللي هتطلع من النبات تبقى غالية. الأسمدة يا إخوانا سلع مستوردة من الدرجة الأولى. نخلي بالنا من الجزئية دي عشان ما نعملش تدهور للنباتات الجميلة الخاصة بينا.